النهاردة هنتكلم عن قانون الجذب، وهنعرف ازاي في ناس بيقدروا يحققوا نجاحات كبيرة في حياتهم لدرجة تخليك تسأل هو ازاي وصل للنجاح ده، وناس تانية بيكافحوا عشان بس يحققوا أبسط أهدافهم. عمرك فكرت ان قوة تفكيرك ممكن تأثر على حياتك؟ الحقيقة هي سر صغير قوي، وهي انك ازاي بتقدر تركز دماغك في تحقيق أهدافك. في الفيديو ده هنعرف السر اللي هتقدر تستخدمه علشان تنجح في حياتك، وهنعرف كمان ازاي الأفكار اللي بتدور جوه عقلنا ممكن تشقلب حياتنا، وهقولك كمان الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتحاول تجذب أهدافك. وده بالظبط اللي حصل في قصة أحمد بطل حلقة النهاردة. أحمد كان شاب عادي جدا زيه زي أي حد فينا، بيروح شغل الصبح، يرجع يتغدى، يقعد قدام التلفزيون ويمسك موبايله. كان عايش حياته عادي، وهو كان شخص عادي، لكن كان دايما حاسس انه مش في المكان الصح او مش في المكان اللي بيحلم بيه، وبالتالي حياته كلها كانت بتدور في حلقة مفرغة. عارفين شعور الإحباط ده؟ ان انت يكون عندك اهداف وطموحات بس مش قادر توصل لها. وفي يوم من الايام وهو قاعد على السوشيال ميديا زي كل يوم، قرا بوست عن حاجة اسمها قانون الجذب. تخيلوا معايا كده وهو قاعد من غير ما يخطط لأي حاجة، قرا حاجة غيرت حياته كلها. لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لأحمد، كملوا الفيديو للآخر. اولا يا صديقي، لو انت سمعت عن قانون الجذب قبل كده فانت اكيد عارف انه مش مجرد فكرة فلسفية وانه قانون علمي. قانون الجذب ببساطة بيقول ان انت عامل زي المغناطيس، الافكار الايجابية بتجذب احداث ايجابية، والافكار السلبية بتجذب احداث سلبية. في الحقيقة تفكيرك هو اللي بيحدد مصيرك، سواء كان في حياتك المهنية او العاطفية او حتى المادية. اللي خلى احمد يركز مع قانون الجذب انه قرا جملة بسيطة جدا مكتوبة في البوست. الجملة كانت بتقول انك لو فكرت في حاجة وانت مؤمن بيها، الكون كله هيساعدك انك تحققها. احمد ساعتها ما كانش مستغرب قوي من الكلام ده، لانه كان قرا كتير عن قانون الجذب قبل كده، لكن كان عنده فضول انه يجرب المرة دي، وقال انا مش خسران حاجة المرة دي هصدق فعلا اني استحق النجاح. الدراسات العلمية بتقول إن فعلا التفكير الإيجابي بيأثر على عقلك بطريقة مدهشة. في بحث اتنشر في Journal of Personality and Social Physiology بيقول إن الأشخاص اللي بيفكروا بتفكير إيجابي بيكون عندهم فرص أكبر في حياتهم، وده لأنهم بيركزوا على الحلول مش على المشاكل. واحمد ساعتها جرب التغيير ده، وبدأ يصدق انه يستحق فعلا انه يكون افضل من دلوقتي، وانه ممكن يحقق اهدافه. اللي احمد بدأ يعمله بعد كده انه بدأ يحدد اهدافه، بدل ما يكون عنده حلم عادي او انه يقول لنفسه انا عايز انجح وخلاص. قرر انه يحدد الهدف بشكل واضح، وقال انا عايز اترقى في شغلي في خلال 6 شهور. واللي عمله احمد ده هو اول خطوة في انه يهيئ عقله انه يصدق المشوار اللي المفروض هيمشيه للنجاح. وده اللي لقيناه في بحث في جامعة هارفارد بيقول ان الاشخاص اللي عندهم اهداف واضحة ومحددة عندهم نسبة اكبر لتحقيقها مقارنة بالناس اللي عندهم اهداف ضبابية او مش واضحة. واحمد فعلا كان بدأ يحس ان الدنيا ممكن تفتح له ابوابها، لكنه مش هيقدر يوصل للي هو عايزه الا لما يؤمن بنفسه اكتر ويبدأ يركز على الهدف ده كل يوم. بدأ يتخيل نفسه في المكان اللي هو بيحلم بيه، وبقى يقعد كل يوم في مكان هادي ويغمض عينه، وبيتخيل نفسه بعد الترقية في المكان والمكتب اللي هو بيحلم بيه، وبياخد الفلوس اللي هو عايزها في مكان أعلى، بيشتغل مع ناس أكتر، بيحقق نجاحات أكتر. وده مش كلامه بس، الأبحاث العلمية أثبتت إن التخيل الإيجابي ليه تأثير كبير على العقل. وده كان في دراسة من جامعة كاليفورنيا بتقول إن المخ مش بيفرق بين الخيال والحقيقة. يعني لما بتتخيل نفسك في مكان ناجح، عقلك بيبدأ يصدق إن دي حقيقة. خلينا بقى نرجع لمبدأ قانون الجذب ونعرف هو بيشتغل إزاي. قانون الجذب بيشتغل من خلال الطاقة اللي بتصدرها أفكارك ومشاعرك. لما بيكون عندك أفكار إيجابية بتسحب لك الفرص المميزة وتلهمك إنك تشوف الدنيا من زاوية أفضل، ولما تكون سلبي بتلاحظ إن الحياة كلها مليانة تحديات وصعوبات أكبر. الفكرة هنا يا صديقي إن كل حاجة في الكون بتتكون من طاقة، أنت كمان عندك الطاقة الخاصة بيك، طاقتك الفكرية والعاطفية. ولو بدأت تركز تفكيرك على الخير والفرص، بيبدأ الكون يعكس ليك نفس الشيء. وعلى فكرة التفكير الإيجابي مش معناه إنك تتجاهل المشاكل وخلاص أو تعتقد إن كل حاجة هتمشي كويس، لكن معناه إنك تؤمن إن كل مشكلة وليها حل، وإنك تستحق إن يكون عندك حياة مليانة بالنجاحات. فبالتالي لما بتتعرض لضغوطات بيبدأ عقلك تلقائي يفكر في الحلول بدل ما يفكر ويطلع طاقته في الندب والزعل. وعشان تطبق قانون الجذب في حياتك لازم تبدأ من هنا، من جوه عقلك وقلبك. وهنقولك على شوية طرق علمية ممكن تبدأ بيها.
اولا خليك واضح في اهدافك، لازم تكون عارف كويس قوي انت عايز ايه. لما تبقى فاهم هدفك بيبدأ عقلك يوجهك ناحية الفرص اللي هتحقق الهدف ده، لانك ببساطة عمرك ما هتقدر تجذب حاجة مش واضحة. يعني مثلا اقعد مع نفسك كده، شوف انت نفسك في ايه. تخيل ان قدامك مصباح علاء الدين وبيقولك نفسك في ايه وانا هحققهولك. نفسك في عربية، فلوس كتير، شغل بتحلم بيه من زمان. وهو ده اللي عمله احمد بطل قصتنا النهارده لما حدد هدفه وقال انا عايز اترقى في شغلي في خلال 6 شهور. تاني حاجة لازم تتخيل نفسك وانت بتحقق الاهداف اللي انت حطيتها دي. تخيل العربية اللي انت نفسك فيها، شكلها ولونها والموديل بتاعها. تخيل نفسك وانت راكبها وسايقها وبتركنها تحت بيتك. تخيل كل التفاصيل اللي هتعملها لما يكون عندك العربية دي. او تخيل نفسك في الوظيفة اللي بتدور عليها وانت بتلبس الصبح ونازل رايح وظيفة احلامك. انت متخيل السعادة؟ اتخيل ان كل حاجة نفسك فيها بتحصل دلوقتي وانت عايشها دلوقتي، وصدق ده من جوه قلبك. وده بقى اللي هيخلي طاقتك عالية ومستعد تعمل اي حاجة عشان تحقق الهدف ده. بعد كده ابدأ صدق الخيال ده. لازم يكون عندك ايمان كافي بقدراتك، لانك عمرك ما هتقدر تجذب الفرص المناسبة ليك وانت مش مصدق من جواك انك تقدر تعمل ده. عشان كده لازم تثق في نفسك وتصدق انك تستحق كل شيء حلو في الحياة. رابع حاجة بقى، خليك دايما في حالة شكر وامتنان. شكر وامتنان لربنا انه رزقك بحاجات معينة في حياتك، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت عند كل الناس. الحمد لله يا رب انك رزقني ببيت كويس، بشغل اقدر ابدأ منه، بصحاب او اهلي يساندوني. الحمد لله يا رب انك رزقني بكل الحواس اللي عندي، بعقلي اللي بعرف افكر بيه، بطاقتي اللي عندها استعداد دايما انها تخليني اطور من نفسي. طاقة الشكر والامتنان دي لما بتزيد في حياتك بتفتح لك كل الابواب اللي هتساعدك في تحقيق حلمك. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام ربنا لما قال ولئن شكرتم لازيدنكم. فصدقني الشكر وسيلة مهمة جدا تقدر تجذب بيها كل نعم حياتك. وده اللي عمله احمد بطل القصة. كان بيقعد مع نفسه كل يوم يفكر هو قد ايه مبسوط وممتن للي هو فيه دلوقتي، حتى لأبسط الحاجات، لدرجة انه كان بيكتب في ورقة هو قد ايه مبسوط من فنجان القهوة اللي بيشربه الصبح واللي بيديله طاقة يقدر يكمل يومه. انت متخيل؟ بعد كده بقى يا صديقي لازم تتصرف كأن حلمك ده بقى واقع. البس كويس قوي وتشيك وانت رايح شغلك اللي مش بتحبه قوي، بس عارف ان هو خطوة هتوصلك لشغلك اللي بتحلم بيه. اتعامل باتيتيود انك في الشغل اللي انت بتحبه ده هيخليك مستعد اكتر للفرص اللي هتجيلك. وهنا بقى احمد عرف ان قانون الجذب عمره ما هيشتغل وهو بس قاعد حاطط رجل على رجل وبيفكر. بعد كل الخطوات دي عقله ادرك انه لازم يتحرك عشان يعرف يترقى، وكمان بقى عنده طاقه انه يبذل مجهود اكتر في الشغل. بدا ياخد كورسات في حاجات كانت ناقصاه، وعرض على مديرينه فكره جديده وبدا ينفذها وجابت نتيجه هايله. والحقيقه ان احمد في ظرف 4 شهور بس اترقى الترقية اللي كان نفسه فيها. ودي مش قصة أحمد بس، ما تيجوا نشوف أمثلة لناس موجودة حوالينا استخدموا قانون الجذب في حياتهم. محمد صلاح مثلا كان بيتكلم قبل كده عن إنه إزاي كان بيعرف يخلي عقله يركز على أهدافه وعلى النجاح اللي كان نفسه يحققه. ولما بدأ في المقاولين العرب وحكى قد إيه مسيرته كانت صعبة لأنه كان من سكان نجريج وكانت بعيدة عن مكان النادي اللي المفروض يتمرن فيه، وتفاصيل كتير حكى عنها قبل كده لحد ما وصل إنه يلعب في أكبر نوادي أوروبا. صلاح دايما كان مؤمن إن تفكيره الإيجابي وتركيزه في اللعب والماتشات هيوصله للي بيحلم بيه، وهو دلوقتي بقى واحد من افضل اللعيبه في العالم. وده يرجع بعد توفيق ربنا طبعا لعقله وايمانه بحلمه. طب عارف ان ياسمين صبري اتكلمت قبل كده في مقابلات ليها عن استخدامها لقانون الجذب في حياتها المهنيه؟ في تصريحات ليها قالت انها دايما كانت بتحلم انها تكون فنانه مشهوره ونجمه، وكانت بتتخيل نفسها وهي فنانه مشهوره والناس بتجري وراها عشان تاخد منها كلمه او صوره. وفعلا ده اللي حصل. ياسمين بقت نجمه وبقت كمان وجه اعلاني لاهم البراندات العالمية، وجزء من ده بيرجع لقوة تفكيرها الإيجابي زي ما قالت. لكن يا صديقي أنا عايزاك تحذر من الغلطات اللي ممكن تقع فيها وانت بتستخدم قانون الجذب. أول حاجة إنك تخلي هدفك أصلا قابل للتنفيذ، يعني ما تبقاش لسه ما اشتغلتش أصلا ولسه متخرج ولا خدت كورسات ولا عايز تقبل بشغل لسه لحد فريش وقاعد بتتخيل نفسك المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت مثلا. لا، هي ما بتجيش كده. تاني غلطة بيعملها ناس كتير لما بتحاول تركز على أهدافها إنها بتبدأ تركز على الحاجات اللي هي مش عايزاها تحصل بدل ما تركز على الحاجة اللي نفسها فيها فعلا. لا بص، تركز معايا شوية. يعني ممكن وانت بتركز على العربية الفظيعة اللي لونها أحمر ونفسك تجيبها يبدأ عقلك يقولك طب لو العربية اللي كانت متاحة ساعتها لونها أزرق أقبل وخلاص. لا بس أنا مش بحب الأزرق، بس لو هي اللي جت خلاص يعني مش هقول لها لا. فهمني؟
عقلك بيبدأ يشتت نفسه بره الهدف الأساسي، وهو ده الغلط اللي بيقع فيه الناس اللي بتستخدم قانون الجذب، فخلي بالك عشان ما تقعش انت كمان فيه. تالت غلطة بقى انك تبقى مستعجل على النتيجة، يعني مش تشوف الفيديو ده وتبدأ تقرا شوية عن قانون الجذب وتقول خلاص انا هبدأ انفذ، وتفضل بقى يومين 3 تقول فين العربية اللي نفسي فيها، فين الشغلانة اللي بدور عليها، الا ما حد كلمني حتى. لا 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 لا، قانون الجذب ده طلع فيستك، انت كده بتهزر. قانون الجذب مش بيشتغل بضغطة زرار، لازم تكون صبور وتبدأ تاخد خطوات فعلية. رابع حاجة بقى انك تقعد تتوقع النتيجة الأسوأ، يعني ما تقعدش تقول لنفسك يا لهوي لو ما وصلتش للترقية دي، طب لو بعد كل ده ما عرفتش اجمع تمن العربية اللي نفسي فيها هعمل ايه؟ توقع الأسوأ مش هيجيب غير نتيجة سيئة يا صديقي. في النهاية انا عايزة اقول لك ان قانون الجذب ده مش سحر ومش خرافة، ده مبدأ علمي وليه أساسات قوية. لو ركزت على أفكارك بشكل إيجابي ووضحت أهدافك واشتغلت عليها وانت مؤمن بيها، هتلاحظ ان حياتك بدأت تتغير فعلا، زي ما حصل مع أحمد ومع محمد صلاح ومع ياسمين صبري ومع ناس كتير موجودين حوالينا. أول حاجة عملوها هي انهم ركزوا عقلهم على الأهداف اللي نفسهم فيها. ولكن افتكر دايما ان الكون بيحب الناس الجد واللي بيشتغلوا بجد عشان يحققوا أهدافهم. فابدأ من دلوقتي وخد أول خطوة وخلي الأفكار الإيجابية هي أساس حياتك. استحق النجاح وابدأ رحلة الجذب من النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد. باي.